بتقولي بكتابك عن برج تغييرات. الاسد عام الصراع والنضال، شكلي حاتعب السنه. هو سنة التغييرات الراديكالية. مزبوط. أكيد في صراع ونضال، ما في روتين. بده يدافع الأسد السنة عن مواقعه وعن مكتسباته. في محل بده يكون هو عم بدافع عنه وبشراسة. بس خليني اقول انا صار لي شي 5 سنين بقرا عندك بالكتاب الاسد منيح. منيح. ما كسبه في ال5 سنوات الاخيره سيحاول الدفاع عنه في تلك الدفاع السنه. عنه بال21. بتحسي انا حاسس هالشيء انه هذا يصير شيء عن جد. بس بحقق أرباح. رغم هالشيء بحقق ارباح. بحقق أرباح، بس في عمل وحركة وانطلاق، في استثمارات مزدهرة جدا. ليش؟ لأنه أورانوس الموجود بالثور هو الكوكب يلي رح يعطيك هذا الدفع الجديد في عملية شراء مهمة. في اتصالات، والسنة في كتير مجالات بدك تبرع فيها، هي اتصالات، وسائل نقل، إعلان تاكسي يعني سياسة. رح نسوق تاكسي السنة. لا، إذا استثمر بوسائل النقل. عزة إذا اشتريت نمرة حمراء، عشرة نمرة إذا اشتريت نمرة حمراء حبدع السنة. شو أحسن شيء، شو بيك؟ بتجنن. في عندك كمان بالعلاقات العامة، بالترويج، يمكن تنتقل لهالشيء. عالم الاقتصاد والمال كمان يجذبك السنة، يعني في عمليات، في دراسة جديدة بهالمجال، وعقد بيسمح لك بإبراز قدراتك بمجال مالي. يلي بيشتغلوا بالمجالات المالية، يعني كل واحد بيشتغل إيكونومي، هيدا رح يكون السنة مبدع من برج الأسد. لكن مصاري منيح. ايش مصاري كثير بالجهة المادة منيحة كثير منيح، بس أول شهرين في مراوحة مكان. انقلابات الجيدة بتصير بآذار، بشهر آذار، ثالث شهر، شهر 3 بتتقدم بخطى كتير مهمة ونحو النجاح، وبتعوض عن خسائر سابقة ربما وقعت فيها بنيسان. والخارج يناديك، في عندك سفر السنة. هو أنا عندي سفر، بس كتير أقول أنا مهمة. عندي سفر بحزيران. بأيار وماي في عندك تغييرات. السفر بيصير مزبوط بحزيران. بسبتمبر وأكتوبر، أيلول وأكتوبر، في إشراق ونجاح كتير كبير، رغم أنه هالسنة فيها صراعات. هول معودين عليه. على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي، الشأن بتكبس العائلي التفاهم. عنده حدث مهم جدا بيتعلق بأحد الأولاد أو أحد الوالدين. يمكن بتغير مكان إقامة أو وضع دقيق بتاخده بسبب قرار يتخذ بهالمجال العائلي. كيف بده يتخذ؟ يعني هلا عم نعطي هاي سنة المفاجآت للأسد، لا متوقع، ما في، بس في إجراء تغيير كتير مهم بعملك أو بالفريق يلي عم تنتمي له. في تغيير نظرة لبعض التقنيات، يعني الأسد ينتقل إلى تقنيات جديدة، إلى عمل جديد، إلى جو جديد. ومارس بالجوزاء بيعطيك أجواء جدا واعدة بالربيع. الربيع رح يكون هي بداية لشيء جديد لمولود الأسد.